نظمت أكاديمية أسباير سباق مفتوح على المسار الإحماء التابع للأستاذ حمد الدولي في مسافة 800 متر. حل في المرتبة الأولى تبوك محمد بتوقيت وقدره دقيقة 51 ثانية و54 جزء من المئة. وفي سباق 1500 متر حاز في الصف الأول من أكاديمية أسباير زكريا أحلمي، الذي عرف تنافس شديد بين العدائين، والذي ظفر بتوقيته 3 دقائق و45 ثانية و42 جزء من المئة. On your marks. وفي سباق 3000 متر مستوية حل في الصف الأول إسماعيل محمد الدين من الاتحاد القطري لألعاب القوى بتوقيت وزمن قدره 8 دقائق و2 من الثواني و90 من الأجزاء من المئة. Okay, stop. On your marks. وإلى سباق 600 متر حل في المرتبة الأولى داود من الاتحاد القطري لألعاب القوى بتوقيت دقيقة 1:22 ثانية و82 جزء من المئة. إلى ميدان السرعة 100 متر حل في المرتبة الأولى كيبروتيف كلاب من نادي قطر لألعاب القوى بزمن توقيته 11 ثانية و3 أجزاء من المئة.